المحترف البرازيلي إلتون لعب مع النصر موسم أو موسمين ما حقق معهم أي بطولة، وكثير محترفين يعني أجانب لعبوا مع النصر فشلوا في تحقيق الإنجازات مثل دوران، أحمد موسى، وما ننسى بعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الآن ما حقق شيء رسمي مع النصر، لا دوري ولا كاس. يعني رغم الجهد الجبار اللي قدمه اللاعبين في الملعب لخدمة الكيان، لكن إلى الآن يعني ما تحقق الحلم والصعود للمنصات والتتويج بأي بطولة. نادي النصر عنده رأي قوي يعني عن بيئة اللاعبين، كل ما تحتاجه من أجل النجاح بيئة. يا سلام، صحيح أتفق مع النصر يعني بنسبة 100%. كل ما تحتاجه من أجل النجاح بيئة تساعد اللاعبين على تحقيق البطولات. والدليل إلتون جوزيه الواضح بالصورة، يعني لعب مع النصر موسم أو موسمين ما حقق معهم أي بطولة مع أنه لاعب مهاري. بعدها انتقل نادي الفتح وحقق المعجزة الرياضية، حقق بطولة الدوري كأول مرة يعني بتاريخ نادي الفتح يحقق الدوري، وكانت غير متوقعة نهائيا يعني النادي مثل الفتح يحقق الدوري. لكن البيئة الرياضية في نادي الفتح تختلف عن بيئة النصر، عشان كذا أبدع معهم البرازيلي إلتون وحقق معهم بطولة الدوري عام 2012. يعني بصراحة أكثر لو تسأل أي واحد من الجيل الرياضي الجديد تقول له نادي الفتح حقق الدوري عام 2012 بيقولك ما صدق ان الفتح يحقق الدوري، ومع حق ما يصدق. يعني في كل سنة الفتح يطارده شبح الهبوط، شلون يحقق الدوري وهو مهدد بالهبوط في كل سنة؟ لكن بيئة الفتح عام 2012 كانت مهيئة رياضيا لتحقيق البطولات، وكان من أبرز اللاعبين البرازيلي إلتون بعد ما انتقل من النصر لنادي الفتح وجد بيئة أفضل. بيئة الفتح كانت أفضل من بيئة النصر وحقق إلتون الدوري معهم. وفي غيره كثير من اللاعبين يعني تركوا نادي النصر ولقوا بيئة أفضل وحققوا النجاح والبطولات والإنجازات، من ضمنهم اللاعب عبد الله العمري، يعني انتقل إعارة لنادي الاتحاد وحقق بطولتين، يعني مو بطولة واحدة، حقق دوري وكاس مع الاتحاد. وكل المتابعين بالوسط الرياضي يعني لاحظوا الشيء هذا، ان اي لاعب اذا ترك النصر يحقق البطولات والانجازات. يعني حقيقة اتفق مع نادي النصر، كل ما تحتاجه من اجل النجاح بيئة. وشكرا لكم.